في ظل الدعم الكبير التي تخضى به القضية الصحراوية على المستوى الدولي، يأتي اجتماع لجنة المسائل السياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية 78، والتي سينظر من خلالها إلى جانب الملامسات المقدمة في شأن الانتهاكات المغربية المتكررة في حق المدنيين الصحراويين، ما يمكن أن يشكل دفعا أمام المسار السياسي الذي ترعاه المنظمة لأجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية. من دون شك على أنه دائما ما تشكل محطة كاللجنة الرابعة بمداولاتها ومواقفها وبياناتها محطة نصرة قوية للقضية الصحراوية عبر تمثيل للمشاركة الصحراوية، ولكن أيضا من خلال مشاركة المنظمات والشخصيات الوازنة والتي لطالما عبرت عن مواقفها المساندة للقضية الصحراوية. الجزائر واستنكارا للمشروع الاستعماري تسجل حضورها للمرافعة من أجل التنظيم الفعلي والسريع لاستفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي وفق القانون الدولي لضرب العراقيل المغربية في موقف ثابت مناهض لكل أشكال الاحتلال والاستعمار. مبادرات على غرار مثلا اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وحثها على وضع خارطة طريق تمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. طبعا يتجلى الدور الكبير للمؤسسات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في أن تأخذ ذلك الدور الكبير على مستوى المرافعة وآليات ترافع القضية الصحراوية. كل ذلك يأتي ليعزز طبعا المواقف التي من المنتظر أن تشهدها اللجنة الرابعة. تقرير المصير، الحرية والمطالبة بتعجيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، كلها محاور تطرح على اللجنة الرابعة لانتظار قرارات فصلية منتظرة منذ زمن طويل.